قرية يعقوبية المسمى في المنطقة حماه، قرية كردية من عشيرة الكيتكان، ولهم صلة قرابة مع قرية حجلية وبيليس وشاوة. عدد سكانها حوالي 2300 نسمة، ومساحة القرية 1700 هكتار تقريبا. تتبع لمحافظة حلب منطقة جرابلس ناحية غندورة. تبعد عن حلب شمال شرق 78 كيلومتر، وعن منطقة جرابلس غربا 19 كيلومتر، وعن غندورة شرقا 11 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية خراج، ومن جهة الشرق قرية أم الرسو، من الشمال قرية الحاضر، ومن الجنوب قرية عرب حسن كبير وعرب حسن صغير. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون والحمص وخضروات الصيفية، وتربية المواشي والدواجن، وفي مجال البناء وورشات الخياطة. مثل كل القرى الكردية تعرضت لسياسات التتريك والتعريب عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة عن طريق تغيرات وسيطرة عدة فصائل عليها، وخاصة أثناء سيطرة داعش المسيس من الأتراك، وتفريغ شحنة الحقد على الأكراد. ذوقهم الويلات من اعتقالات وذبح في ساحات، وتعليق أشخاص مقطوعين الرؤوس، وجرهم إلى سجون، وخطفهم، وما زال أكثر من أشخاص مصيره مجهولا. وبعد سيطرة المرتزقة بدأ فرض سيطرته ومضايقته على الأهالي، والهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين، وتسكين عائلات غرب المنضمين لهم من كافة المناطق سوريا. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.